عاملين ايه يا حبايبي؟ كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود علينا الايام علينا وعليكم كده بخير باذن الله. بصوا يا حبيبه اهي، هي خرجت مع اصحابها. قول لهم باي. حبيبه خرجت مع اصحابها، طبعا احنا ما خرجناش لنا ولا عيشه، رحنا عند امي بس تاني يوم العيد. احمد سلم. سلم سلام عليكم. على المتابعين بتوعي بيسالوا فين يا عليك. ست؟ فين فين يا سلم عليك، وليدة؟ قول لهم كل سنه وانتم طيبين. طيب ماشي. هو بيتكسف، قول طب كل سنه وانتم طيبين. ست فين؟ طب قول لهم كل سنه وانتم طيبين. ماشي يا ودي يا احمد. يا ست بس. طب قول كل سنه وانتم طيبين. طب طيب. طب بص لي هنا. طب يا ست روحي. طبعا شفتوا احمد مكسوف، ما بيرضاش يطلع قدام الكاميرا خالص والله. طبعا حبيبه راحت اتفسحت تاني يوم العيد، راحت الجنينه. وعيشه بصراحه هي اللي محبوسه في البيت ما خرجتش، فانا واخداها دلوقتي موديها الملاهي عشان تتفسح، افسحها شويه. هقفل معاكم بقى ونروح هناك وافتح الكاميرا تاني. باي. بصوا بقى، صاحبتي جايه معايا، فانا عامله اكل في البيت. فالاستاذه طبعا انا اكلت في البيت عن نفسي، بس قالت لي تعالي عايزين ناكل بيتزا. طبعا مش هينفع قعدت تاكل هي، طبعا اضطرينا ننزل معاها برضو بيتزا. صح يا استاذه؟ فهي هتغرمنا بيتزا برضو، بس احنا ناكل على حسابها. انا هدفعها الحساب. غلاسه غلاسه. انت عايزه ايه؟ خدي يا دوشه، خدي يا دوشه حبيبه. عيشه عيشه، بصي هنا، اليوم باي. فين اللحوم؟ دي بوسه ب 100 و120 و30 و40 لحوم. كمان نتخانق مع السودانيين. لا مش هنتخانق مع السودانيين، ان شاء الله مش هنتخانق معاهم. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم يا محمد. انت ده هتطلعي؟ ما تطلعيش كده، لا تدينا ليه لا، المشكله يا جماعه ان هنا السودانيين بقوا صعب قوي. السودانيين بقى حاجه صعبه جامد قوي في اكتوبر. ودلوقتي لو شدوا مع اي حد بيضربوا المصريين. والله بيضربوا المصريين دلوقتي. والله بيضربوا المصريين، ما يغركمش ان احنا بنضحك. بقى يضربوا المصريين عادي، ولو حد اتكلم بيروحوا بيبقوا فرقه مع بعض يتهجموا عليهم دلوقتي بالسكاكين ومطاوي وسلاح وبيخربوا الدنيا. ناشد السيسي. والله بتكلم صح، انا مش بهزر. لا هيدوكي علقه هناك يشوفوكي. لا مش هيدوني علقه، ما تخافيش عليا. بس يا بنت منتجه ده كله يا بنت. ما تخافيش والله بجد بيضربوا المصريين وبيقلوا ادبهم، وبقت حاجه صعبه جدا جدا هنا. بقت حاجه صعبه خالص. يعني ايه، ربنا يستر. عامه واحد بيمشي. ولا بناشد اخواننا السودانيين، الاخت اللي ساكنه في بيت العيله. يا بنت لم نفسك، انت عايزه مصيبه؟ ليه عايزه نصيبه؟ انت قلقانه ليه يا بنتي؟ لا والله انا لسه هتكلم معاهم في الحوار دوت بعدين. نتكلم في الموضوع ده في حلقه كده وابقى اتكلم معاهم. انا كده يعني قفلت الموضوع، ما اتكلمتش بصراحه عشان موضوع كبير قوي بصراحه. هو مش حاجه صغيره، موضوع كبير بصراحه. ايه يا حبيبي؟ دوشة يخرب بيت سنانك. عشان عيشه فندي ترتاح. قعديها جنبك يا ست. باي. فبصوا عايزه اقول لكم والله العظيم، احكي معاكم كده على ما يجي الاكل. عايزه بيتزا، استنى معدل التليفون. انا مره عايزه اقول لكم احكي معاكم لغايه ما يجي الاكل زي ما قلت لكم.
يعني عايزه اقول لكم انا واحده جنبي هناك في المكان اللي انا ساكنه فيه، حصلت مشكله مع ابنها مع واحد سوداني. واحد السوداني ده جاب لهم اكتر من 30 ولا 40 نفر، كل واحد اللي ماسك سنجه واللي ماسك مطوه واللي ماسك سلاح، وجايين كانوا هيموتوا الست وابنها في الشقه. يعني لولا هم قفلوا الباب عندهم حديد وقفلوا البيبان بالحديد، والست دور ارضي وقفلت الشبابيك بالحديد، اللي الشبابيك معموله حديد والبلكونه معموله حديد، قفلوا كله. وبصوا بقى فين بعدها يجي بنص ساعه لما الناس ما اتلمت وحشوا عنهم شويه، كانوا دخلوا قتلوهم بالفعل جوه. يعني دي حاجه ممكن تبقى الواحده لو بتتكلم واحده يعني ناس سودانيين تاني جامع بيوزع جنبينا هناك شنط رمضان والكلام ده، خدوا اتضايقوا من الغفير بتاع الجامع، مسكوا بنت الغفير، عيله عندها 5 سنين، بقى يشدوها من ابوها وامها وعايزين ياخدوا البنت يموتوها قدام امها وابوها. انت هتتحبس ان شاء الله بالبنت. عايزين لا اتحبس ليه هتحبس ليه؟ دول ناس جايين بلدنا. ثانيه بس، لا هم جايين بلدنا دلوقتي عشان يموتونا، هم جايين يضربونا ويموتونا. كل ده تشيلي لامك المجنونه. لا استني يا محمد عشان الكلام ده والله فاهمني. فعادي يعني. انا حصلت مشكله في العماره اللي قدامي، واحد سوداني وتحته ساكنين في الشقه اللي تحتهم واحده مصريه، شكلهم بينشروا غسيل عليهم او حاجه، في حاجه غلط، حصل شد ما بينهم وبين بعض. الاقي لكم بتاع 30 شخص طالعين بسنج وبيقلعوا هدومهم في الشارع وطالعين على السلالم عريانين وداخلين على الناس المصريين هيموتوها. الاكل ايه؟ هي دي الكبيرة يا ابني؟ طيب صلينا على النبي. امال الصغيرة شكلها ايه لما دي كبيرة؟ قولي والله اكيد طالما دي بس كده. هتصوري ايه يا اختي؟ فاهمني؟ فبصوا الموضوع عايزه اقول لكم والله العظيم مشكله جامده قوي. ما تاكلي يا حبيبي، ما تاكلي الكبيرة اللي احنا واكلين في البيت اصلا. يعني انا هاكل دي؟ كلي يا حبيبه يلا. فبصوا هي دي فبص للمنظر، الست بتصوت على جوزها ودول طالعين فوق داخلين هيموتوهم، داخلين بيتهجموا على العماره تمنا هيموتوهم. فالموضوع عايزه اقول لكم والله العظيم موضوع كبير قوي. يعني انا اتكلمت معاكم فيه بمناسبه ان انا وصاحبتي دلوقتي هي اتكلمت فيه ففتحت الموضوع. انا كنت ناويه اتكلم فيه يعني زي ما بقعد كده اسجل لكم بصوتي واكون عامله لكم حلقه في البيت الكلام ده، كنت هتكلم معاكم، بس هو صدقوني والله الموضوع كبير قوي. يعني انا واحده سودانيه قلت ادبها عليا، يعني شتمتني، قلت لها انت مش محترمه ومش عارفه ايه، شدنا قصاد بعض، لقيت اتلم حواليا اكتر من 15 واحده جايين يضربوني. امي بقت واقفه عندها القلب تعبانه، كانت مريضه وقتها، كانت تعبانه قوي بقى، والقلب علل عليها جامد، بقت واقفه في النص، بقت خايفه عليا منهم وكانت هتموت في النص. فاهمني؟ حاجه فوق يعني حاجه مهما حكيت كاني ما قلتش حاجه. يعني انا مهما حكيت كاني ما قلتش حاجه. الموضوع زاد عن حده قوي. يعني برضو بنات اصحاب بنتي راحوا الجنينه بيتفسحوا، الملاهي اللي انا هخش فيها دلوقتي اصور لكم فيها، راحوا هناك ولد سوداني حدف الولد بالطوبه في وشه، فتح له وشه، بيزعقوا مع الولد، مسكوا بيتهجموا على البنات ورايحين يضربوهم. لولا الامن بتاع الجنينه اتصل على الحكومه والحكومه جت، لولا سكتوا، لولا بعدوا عن البنات وعن اخوهم اللي متعور. الموضوع ايوه انا مش مصوره حاجه من دول. بصوا اقول لكم حاجه انا بقلق ان انا انزل وعيالي ينزلوا ورايا، انا بقلق ابقى في مشكله، ان انا اصور او الكلام ده كله ما بيجيش في بالي وقت المشكله من النرفزه ان انا اصور، ما بيجيش في بالي ان انا اصور. فاهميني؟
انا مش بيجي في بالي ان انا اصور حاجه زي كده، لان الواحد بيبقى متوتر ومتعصب وخايف وقلقان. مش عارفه، مبقاش جاي في بالي ان انا اصور خالص. بس هحاول في حاجه من دول تحصل قدامي وتصادف، صدقوني هصور لكم وهنزله لكم. فاهمني؟ بس اشوفكم بقى ايه في الجنينه. نروح بقى الملاهي كده، نخش الجنينه اللي فيها المراجيح، وابقى افتح لكم الكاميرا تاني. باي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصوا كده يا جماعه، انا عايزه اقول لكم انا حملت الحلقه دي ونزلتها، لقيتها محظوره. اللي يجي يخش على الحلقه يلاقيها محظوره، لان دي الملاهي ومشغل يعني شغال فيها صبات بصوت عالي، سماعات، والاغاني عاليه قوي، المهرجانات والكلام دوت. ولقيت الحلقه محظوره، اللي يجي يخش يتفرج عليها لا مقفوله، ما حدش يعرف يتفرج عليها. فاضطريت ان انا اكتم الصوت هنا في الجنينه، مع انه والله كانت يعني الصوت كان حلو وكان احلى كمان في الفيديو. انا مش فاهمه والله يعني بصراحه ليه كده، مش عارفه يعني. عامه كده انا دخلت عيشه حتى قدام الست دي بترسم زي ما انتوا عارفين طبعا الرسومات دي، اللي بتبقى قطه وتبقى سبايدر مان وفراشه والكلام ده، بترسم لها فراشه على وشها. تمام. والله انا حاولت على قد ما اقدر ان اخلي الفيديو كله بصوته، لكن ما عرفتش خالص، لان انا نزلته حرفيا، نزلته وممكن يكون حد شافه. يعني انا حملته ورجعت مسحته، لقيته محظور. وحتى حبيت اخش على الفيديو من الحلقة من التليفون بتاع حبيبة بنتي، ببص لقيته مش نافع ان انا اخش عليه، لقيته مقفول، محظور، مقفول خالص. بسبب ايه؟ بسبب ان الاغاني والمهرجانات اللي في الجنينة، اللي في الملاهي يعني. بس كده. طبعا انا عايشه اول مره ترسم الحاجات ديت، وهي بتحط لها برونز عليه، ولسه الرسم اللي هي بتحطه لها دوت، الدهان اللي حطه لها دوت، الالوان دي لسه طريه، فحطت لها عليها برونز احمر. هي في الحقيقه على فكره شكلها جميل وبيلمع وشكلها جميله. هي كده رسمت لها زي فراشه. طبعا حبيبه، انا زي ما قلت لكم في الحلقه ان هي خرجت مع اصحابها تاني يوم. احنا رحنا عند ستها، ففي واحدة صاحبتي هناك جنب امي، صاحبتي وعيالها مصاحبين حبيبة، برضو عيالها من سن حبيبة، فخرجوا مع بعض. انا كنت عند امي وهي خرجت. فطبعا عيشة انا مرضتش اديها لها، لان هي تبقى عايزة تركب مراجيح وبتاع برضو حبيبة، ومش هتخلي بالها منها، فمرضتش اديها لها بصراحة. بص هنا انا كانت حبيبة راحت تقطع لها تذاكر عشان نركبها القطر ده، او هي واقفه عماله تتفرج عليه. اول مره عيشه ان انا اوديها جنينه او ملاهي واركبها مراجيح على فكره، اول مره. والله يا جماعه كان نفسي اخليه لكم بصوته كله، انا عاملاه لكم بصوته كله. يعني الحلقه دي كلها انا عاملاها لكم يعني بالصوت بتاعها، مش مسجله فيها حاجه، بس اتحذرت، مسحته واضطريت ان انا اعمله تاني كده. اللي واقفه ورا عيشه صاحبتي اللي هي اللي لابسه خمار دي صاحبتي اللي هي واقفه ورا عيشه دي. بصوا كده انا ركبت عيشه اهي، لقيتها خافت وقعدت تعيط، قعدت خافت واهي بصوا عامله ازاي، فاتحه بقها فاتحه بقها وخايفه. بصوا اما اقول لها ما تخافيش يا دوشه، ما تخافيش برضه، لقيتها لكم ابتدت في الاخر هتعيط خلاص. والله ما كملتش الدور بتاعها ونزلناها بسبب ان لقيناها ابتدت تعيط. قطعت لها تذكرتين تانيين عشان اركبها مراجيح تانية، ما رضيتش تركب، قعدت تعيط وخافت وما رضيتش تركب. ما فيش غير بتاع دوت مرجحة تانية هتركبها غير دي وخلاص. اما حبيبها بسم الله ما شاء الله عليها يعني، سابتني قاعدة انا وصاحبتي على الكافيتيريا جوه الجنينة، وخدت بعضها وراحت بقت عمالة تركب في مراجيح ما حرمتش نفسها من حاجة بصراحة. ايوه بتضحكي عيشة. بصوا كده ركبت معاها بنت كبيرة شوية عنها، معاها صغيرة، عيلة صغيرة على حجرها اهي، عشان اقول لها خلي بالك منها بالله عليكي لحسن احسن تقع.
طلع احسن تقع وكده، بس هي خافت ما كملتش الدور بتاعها عامه. كده يا حبيبه اهي ركبت المرجحه دي، ده ركبتها بتاع 3 مرات لوحدها المرجحه دي حبيبه. المرجحه دي صعبه قوي على قد كده. بصوا اهي حبيبه قدامكم اهي، شايفينها لابسه طرحه بيضه اهي، هتيجي دلوقتي. بس هو كان يوم ممتع بصراحه، ان زي ما قلت لكم في اليوم دوت كنت عامله اكل في البيت، فراخ وبطاطس ورز واتغدينا. قبل ما ننزل ببص لقيت صاحبتي بتقولي طب انا ما فطرتش وصحيه متاخر، كنت سهرانه وكده، لان متعوده على سهر البتاع دوت، على سهر رمضان. فطالعه بقى الله اكبر الله اعظم الاذان. طب انا هوقف يا جماعه لغايه الاذان ما يخلص. سكت كده الاذان خلص ورجعت لكم تاني. بصوا يا جماعه انا كنت ناويه اعمل حاجات كتير بصراحه وكده، بس عايزاكم يا جماعه تسمعوا الفيديو في الحته لما كنت قاعده في المطعم، لما كنت بتكلم عن السودانيين. حقيقي يا جماعه والله العظيم الموضوع كبير كبير قوي. الموضوع زاد عن حده وزيادة عن اللزوم، زاد عن حده وزيادة عن اللزوم بجد. الستات السودانيين يضربوا الستات المصريين، بيضربوهم بيمسكوهم يضربوهم ويعوروهم، بيتهجموا على الناس. بقت حاجة صعبة قوي. معلش انا ما ينفعش اعيد الكلام تاني، بس انا بقول لكم والله بجد الموضوع بقى وحش قوي، الموضوع بقى وحش. بس بصوا كده عيشة ركبتها للمرجحة دي ايه ليه الحصينة، عارفينها الحصينة؟ بصي فاتحة بقها ازاي وخايفة، وانا اقول لها ما تخافيش، عمالة اقول لها ما تخافيش يا عيشة ما تخافيش، ما فيش فايدة. بص الخوف باين على وشها ازاي. انت خافية. تقول انا كنت خافية والله. انت كنت خافية. بصوا اتعيط اهي، وفعلا عيطت وقعدت حيلتها. انت كنت خايفة يا عبيطة، عشان انت كنت خايفة. بصوا كده ما بتركبش والله، انا ما بخرجهاش وما بركبهاش اول مرة تركب المراجح دي، اول مرة من يوم ما اتولدت عيشة، اول مرة اركبها المراجيح، واول عيد ليها تخرج واركبها مراجيح وافسحها والكلام ده. كل عيد العيد اللي قبله ما كانتش فاهمه حاجه، وما كانتش عارفه يعني ايه مراجيح او خروج. قعدت بيها في البيت، وحبيبه هي اللي خرجت مع اصحابها، لكن هي ما خرجتش. بس يا عيشه اسكتي عشان كده عيب. بصوا كده الرسمه اللي على وشها دي لما جيت اغسلها لها بهدلت الدنيا، والميه بقت مليانه الوان، يعني اجيب ميه على وشها بهدلت الدنيا، وشعرها اتبهدل. لما جيت اغسلها لها ندمت ان انا رسمت لها وشها، والله ندمت ان انا عملت لها الرسمه دي وقتها. ادي الفسحه بقى، يا رب تكون عجبتكم يا جماعه، وما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين. واللي ما عملش متابعه يا جماعه يا ريت يا ريت يعمل لي متابعه. واشوفكم على خير وباي باي. اقول لكم بقى باي باي يا حبايبي، تصبحوا على خير واشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين كمان مره. وباي يا حبايبي عشان الفيديو ما يطولش عليكم اكتر من كده.